اهلا بيكم في قناة اصل الطبخة مع ايناس. يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض الكنافة بالكاستر بطريقة بسيطة ومكونات من البيت، وان شاء الله الوصفة تعجبك. يلا بينا نشوفوا المقادير. معانا نص كيلو من الكنافة، ومعانا جوز هند وزبيب وثلاث معالق كبار من القشطة، وعندنا نص كيلو لبن وكيس كاستر. هدوب الكاستر مع اللبن على البارد، مش هحط سكر، وبعد كده هرفعه على النار. بعد ما اخلص الكاستر هركنه على جنب، وابتدي بعد كده اخد الكنافة هقطعها زي ما انتي شايفة كده صغير، واحطها في الصينية. وبعد كده لما هقطعها صغير زي ما انت شايفة كده، هبتدي ان انا اخد السمنة المتسيحة واضيفها على الكنافة، ومعاها برضو القشطة هضيفها برضو عليها، وهدعكها كويس قوي القشطة مع السمنة على الكنافة، وهزود لها شوية سكر برضو هخلطهم معاها، عشان السكر ده هيديها شوية كرملة كده واللون الأصفر بتاع الكنافة. بعد ما بخلص نص الكمية دي برصها حلو قوي في الصينية، وبعد كده بحط عليها الكاستر. هفرد بقى معايا الكاستر كويس قوي بالمعلقة زي ما انتي شايفة كده، وبعد كده هحط لها الحشوة اللي هي الجوز هند والزبيب، لو عندك سوداني كمان هتضيفيه معاها. بعد ما بخلص بقى الحشوة بتاعتي دي، بجيب باقي الكنافة وبرصها برضو عليها لغاية ما بخلص كل الكمية معايا. وبكون طبعا بقى محضرة برضو السمنة تاني، ان انا هرش عليها السمنة، هرش على الوش بتاعها. انا بتكة كده عليها بايدي علشان خاطر كل الكنافة تبقى كلها سوا واحد، وبعد كده بضيف لها السمنة والقشطة زي ما عملت في النص التاني اللي انا خلصته. وبكون في الوقت ده ان انا بكون مشغلة الفرن والشواية، وبحطها على الرف في النص وبسيبها تستوي. الشربات ده احنا عملناه كوبايتين سكر على كوباية ونص مية، ولما غليوا عصرت عليهم نص ليمونة وسبته ان هو يبرد. والكنافة لما طلعت معايا سخنة ضفت لها الشربات وهو بارد، وهو ده الشكل النهائي بتاع الكنافة. ويا ريت الفيديو يعجبك، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي. ان شاء الله اقابلكم في فيديوهات تانية.